بيساوي إلهام. طولي بالك لما تطلع فيه بتتذكر الناصحين اللي شفتيهم اليوم ما شاء الله كله اكس لارج عندنا. فاحنا بدنا هذا الخروف تخليه قدامك، خروف اسمه حلال خيل، ويضل قدامك على مكتبك. كل ما تشوفي الخروف تتذكري الجلسة الطيبة اللي جلستيها بإيدات يقين، وتتذكري عمو سليم، وتتذكري عمو وائل الصالح اللي مو كتير صالح على الأيام، وتتذكري هذا المهندس اللي ما لهش دخل في الهندسة، وتتذكري أبوك الطيب ما أحلاه. اللهم صل على سيدنا محمد. بابا دائما متذكرة، دائما قدامي. أصلا هو ترك وظيفته عشاني. يا ويا مسكا أبوك غير وظيفته عشاني، كل شيء صار عشاني بالدنيا. ما كتبتي لأبوك قصيدة يا بنات؟ الواحد يعني لا يستطيع إلا أن يعبر بعيون الأبو. صح يعني طبعا بابا وماما شو ما كتبت بابا في مشاعرهم. طيب امسكي هذا درع سليم، هذا درسي درع الدكتور سليم الله يرضى عليك. كل ما تشوفيه المقلبز هذا بتتذكريني أنا اللي مقلبز، ذاك المقلبز الذي أهداني خروفا ولم نأكل منه حتى دجاجة. يس. احنا حقيقة سعدنا بوجودنا بصبيتنا. ان شاء الله. بدها تحكي كلمة ما بعرف. يلا في البداية عشان جلالة الملك عبد الله الثاني يعني قبل فترة كان عيد ميلاده. طبعا بحكي له كل عام وانت بخير، بس حاب احكي له قصيدة يعني قصيرة. وجيت اعيد عليك يا عسى عمرك مديد، وانت العزيز والغالي واللي عبلدنا عقيد.